السلام عليكم. معكم اشرف من القناه ديالكم تريد ويد اشرف. المهم اليوم غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف وكيطيحوا فيه فهمتيني بزاف المتداولين، سواء فهمتيني قديم ولا جديد تيطيحوا في هذا البلان هذا اللي هو الخسائر وما ادراك ما الخسائر، كيتسموا لوسز بالانجلي او بيرد بالفرنسي. حنا نهضروا بجميع انواع اللغات باش المعلومه توصل. المهم خصكم تقولوا لي واش سبق ليكم خسرتوا شي صفقه، قولوا لي باش حسيتوا، واش حسيتوا بالاحباط، واش بغيتي تعوض فهمتيني بالزربه وزاد فهمتيني المشكل كبر. بارطاجيو معايا فهمتيني لي ستوري ديالكم نقدر نعاود عليهم. المهم ماشي مشكل، خصك تعرف راه الخساره فهمتيني راه جزء من اللعبه، ولكن الحل هو كيفاش كتعامل معاها. خصك تتعامل معاها بذكاء. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم فهمتيني 5 ديال الاسرار اللي ذهبيه باش تحكم في المشاعر ديالك وتحول الخسائر ديالك لدروس مربحه. بقى معايا حتى الاخر وما تنساش دير ديك لايك وتشترك في القناه باش يوصلك الجديد كل نهار. المهم البوان الاولاني الخوت، خصك دير في بالك باللي الخساره راه ماشي فشل، بل هي فهمتي غير خطوه من خطوات النجاح. فهمتيني شنو هو الفشل في الحياه؟ الفشل هو انك توقف، ماشي هو انك تخسر. ما حدك كتحاول راك ما فشلتيش. المهم اكبر خطا كيديروا كما قلت لكم المبتدئين هو كيعتقدوا فهمتيني انهم يقدروا يربحوا ديما ولا كاينه شي استراتيجيه تربحهم ديما. راه حتى اللي محترفين حتى اللي بروفيسيونيل راه كيخسروا، ولكن الفرق انهم فهمتيني كيعرفوا يستغلوا الخساره باش يطوروا فهمتيني السكيلز ديالهم والمهارات ديالهم. الحل اللي نقدر نعطيه لك كاخوك اشرف هو بدل ما تبعد وتهرب من الخساره، خصك فهمتيني تعتبرها درس، تحاول تفهم السبب باش ما تعاودش نفس الخساره وصافي. بقاش التداول بحال اي بيزنس، خصك تشوف الربح والخساره في المجموع ماشي في صفقه واحده. ما غاديش انت تحكم على راسك في صفقه واحده، حكم على راسك في واحد السلسله ديال الصفقات. هذا بوان الاول. البوان الثاني، خاصك اخويا فهمتيني تقدر تتحكم في المشاعر ديالك، والا السوق غادي هو اللي يتحكم لك في المشاعر ديالك. الخوف والطمع كما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل راهما اكبر عدو لاي متداول. الخوف كيهزك من السوق بلا سبب ويخليك تخسر فرص. الطمع كيخليك فهمتيني الصفقه مفتوحه بزاف حتى تيقلب عليك السوق. الحل الخوت كما العاده هو انك تلتزم بواحد التريدين بلان ديالك وما تخليش العاطفه تحكم فيك. دير ستوب لوس ديالك مسبقا وما تبدلوش من بعد. ما تبقاش تمرعد من تحط صافي اون فوا تحط. راكم شفتوا لي زيكزيكسيون ديالي ما تنبقاش نحرك بزاف، تنحرك حتى تيكون عندي علاش غنحرك. بحال واحد اللعبه، حتى تدير واحد البلان عاد تندير واحد البلان، ماشي كنبقى تحكموا فيا لي زيموسيون ديالي. هذا بوين اللي تا هو مهم. البوين الثالث، خصك فهمتيني يكون عندك واحد الريسك ماناجمنت اللي كما كنقولوا واقف على الصح. عقاش هذاك الريسك ماناجمنت ديالك هو السر ديال البقاء ديالك في السوق والاستمراريه. اكبر سبب كيهلك لي كونط والحسابات هو التهور فهمتيني في الريسك. بنادم تيطلع الريسك. الحل انا نصيحه ما تخاطرش بكثر من 3% فهمتيني من راس المال ديالك في كل صفقه. لكن انت كتريدي فهمتيني بالفندس ديالك، يعني تتريدي مع بروكر، كنتي كتريدي فهمتيني شركه التمويل، كاين واحد التعامل واحد اخر غنهضر فيه مع فيديو اخر ان شاء الله. المهم الا كنتو باغيين بارطاجيو معايا وقولوا لي راه باغيين باش انا شجعوني انني ندير لكم دوك النوع ديال الفيديوهات. وكيف العاده قسم راس المال ديالك على صفقات متعدده، يعني فرق البيض، ما تحطش البيض كامل في بلاصه واحده باش الخساره فهمتيني في خساره واحده ما تاثرش عليك بزاف. هذا هو البلان، هذا هو هذا البوان. هذا البوان هذا راه مهم بزاف. راه هادشي علاش داير فهمتيني كما كيقولوا التريدي. كانش عندك ريسك ماناجمنت مزيان راه ما غدير تجاوزها. البوان الرابع، كل خساره فهمتيني خصك تعتبرها واحد الدرس اللي خديتيه فابور، ما خلصتيش عليه الفلوس. خصك تستغلو الصالح ديالك. ما يمكنلكش تحسن فهمتيني من الطريقه ديالك في التداول الا ما عرفتيش علاش انت بعدا اولا كتخسر. الحل في هذا البوان هذا هو انك فهمتيني كل اسبوع كل سيمانه
خصك تراجع لي بوزيسيون ديالك وتسجل الاخطاء ديالك في واحد الدفاتر، واحد الجورنال، وسول راسك واش تسرعت، واش دخلت بلا سبب واضح. حاول تطور فهمتيني لا استراتيجي ديالك باش ما تكررش نفس الاخطاء. هذا بوان اللي تا هو مهم. البوان الخامس راه كيف العاده هو انك تكون فهمتيني منضبط وتحلى بالصبر، حقاش اقوى سلاح عند المتداول الناجح هو انه تيكون صبور وشي منضبط. فوركس راه ماشي طريق سريع للربح، وخصك الصبر والثبات باش توصل. الحل التزم ليا اخويا بواحد استراتيجي ديالك، وما تحاولش تعوض الخسائر بالزربه، ما تخليش خساره وحده تحطمك وتهرسك، حقاش النجاح راه كيجي مع الوقت والاستمراريه، ماشي خساره وحده هي اللي كتبين واش راك نجحتي ولا راك خسرتي. دابا كيف ما فهمتوني لي بوان علاش داير فهمتيني هاد البلان هذا ديال الخساره ما خصكش تتعامل مع، ما خصهاش تخلعك، ما خصهاش فهمتيني تزعزعك. كتجي قاصحه بالنسبه للناس اللي يلاه بادين، ولكن راه مع الوقت غادي تتعلموا. ما غاديش تبقى غتولي فهمتيني عندك بزاف لي بوزيسيون رابحين مع قلالين لي بوزيسيون اللي خاسرين، غتكون انت خارج بواحد الربح ديما، وغتكون كونسيستنت بروفيتابل. ولكن مع الوقت دابا عرفتي كيفاش تعامل ليا مع هاد الخسائر في التداول بطريقه احترافيه. راه هادشي هذا اللي كيديروه الناس لي بروفيسيونيل. الفرق هو فهمتيني كيفاش تتكونترولي راسك انت، واش تقدر تطبق هادشي هذا. الخساره خصك تعتبرها جزء من الطريق ديالك في اي دومين كما بغا يكون. دابا هادشي هذا اللي بارطاجيت معكم انا فهمتيني مستهدف الناس ديال التداول، ولكن هادشي هذا راه الدنيا كامله دايره بحال هكا. المهم هو كيفاش فهمتيني غتجاوب ليا مع هاد الخساره. تقدر تفتح مشروع تخسر، تقدر فهمتيني تدخل لواحد القرايه ما تنجحش فيها تخسر، هادشي عادي، هذه هي الدنيا. ولكن الطريقه كيفاش تتعامل مع ديك الخساره هي اللي كتبين شنو انت في المستقبل. المهم لا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، كتبوا لي في التعليقات شنو هو اكبر درس تعلمتيه من الخساره ديالك في شي، الا كنتي ديجا تداولتي. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديال خوكم، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد كل نهار. تهلاو في راسكم، نشوفكم في فيديو اخر.